انا بس عايزه اعرف مين الكداب اللي طلع اشاعه ان الشعر الكيرلي ما بيطولش او ما بيبانش عليه الطول. ما هو باين عليه الطول اهو وطول. وبما ان شعري طول بقى تعالى اقول لكم ازاي طولت شعري، وده مش اعلان. واي واحده فيكم هتقول لي ان ده اعلان هقول لها طولت شعري ازاي برضه. يعني اقول لكم ان انا الفتره اللي فاتت دي ده كان شكل شعري اخر مره كنت قصاه في شهر 7. وده شكل شعري اول ما بدات استخدم الزيت بتاع وصفه جدتي. اسم على مسمى. دايما وصفات جدتنا عمرها ما كانت بتخيب، والزيت ده عمره ما خيب معايا. مع اني ما بستخدموش بقالي فترة، انا غالبا بقالي شهر ونص. بس فعلا نتيجته كانت معايا مش طبيعية في الطول. وطبعا اللي عارفني كويس هعرف ان انا كنت بعاني الفترة اللي فاتت من شعري من التساقط ومن ان هو ما كانش بيطول خالص، وده كان سبب الرضاعة. بس بجد ده فرق معايا كتير جدا، ويا جماعة وحياة ربنا ده مش اعلان، ده my honest review بس هو فعلا طلع معايا خطير. فحبيت ان انا اطلع اكلمكم عنه كتجربة شخصية، واوريكم شعري طول ازاي. هو بس ملزق في بعض عشان احط عليه ايه هير ماسك. بس بصوا بجد طوله دلوقتي كيردي فين اهو. وبصوا بقى في الصورة بتاعت بداية الاستخدام كانت فين. تحفة بجد. وليه عرفت ان هو اللي عمل معايا كده؟ لان انا موقفة كل الفيتامينز وكل الهير تونيك وكل حاجة ممكن اكون بستخدمها بتطول الشعر اثناء ما انا بجرب برودكت. ليه؟ عشان لما اطلع اقول لكم ريفيو تصدقوني. وبس ده كان my honest review على برودكت النهارده، واشوفكم في honest review other. وباي باي.